السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا. النهاردة هنعمل لكم بقى ايه؟ بيتزا. انا كنت عملت معاكم بيتزا قبل كده بس بعجينة تانية وبصلصة بيتزا تانية، فقلت احب اعمل لكم كل جديد، فدي طريقة جديدة برضو عشان اللي تعجبك بقى تعجبك الطريقة دي تعمليها، تعجبك الطريقة التانية تعمليها براحتك. احنا النهارده هنعملها انا المره اللي فاتت عملتها اشكال، في اشكال كده جديده وميني بيتزا. المره دي برضو هنعمل اشكال جديده، وممكن نعمل كمان الشكل العادي التقليدي بتاعنا العادي اللي هي بتتباع في المحلات العاديه، ونعمل كمان ستافت كراست واللي هي بتبقى محشيه الاطراف، هنعملها كده كويرات وهنحطها برضو على الحروف زي ما بنشتريها من بره، وان شاء الله هتعجبك. وهقولك على العجينه دي هتطلع برضو معاكي تحفه جدا، وطعم الصلصه ديت بتاعت البيتزا دي حلوه قوي. وهنعملها النهارده بالسوسيس، عايزه تعمليها باللحمه ماشي، عايزه تعمليها باللحمه المفرومه يعني، الفراخ، السجق، التونه، الجمبري، اللي يعجبك خالص اعمليه. دلوقتي بقى هنبتدي بالمقادير. المقادير معانا عندي للعجينه، عندي هنا كيلو دقيق، عليه معلقتين كبار لبن بودره، عليه نص معلقه صغيره بصل باودر وتوم باودر، مش عندك مش مشكله خالص، بس هي بتدي اضافه حلوه يعني للعجين. عندي هنا معلقتين كبار خميره فوريه، رشه ملح، معلقتين كبار سكر، ورشه زعتر برضو بتدي طعم حلو قوي للعجين. وعندي معايا هنا كوبايه زبادي عاديه اللي احنا بنشتريها الصغيره دي، ونص كوبايه زيت زيتون او زيت عباد او ذره، اللي عندك شغال جميل جدا، بس هو طبعا المعجنات بزيت الزيتون بتبقى حلوه جدا. انا دلوقتي كده مقادير العجينه. عندي بقى مقادير صلصه البيتزا الاول. عندي هنا طماطم مبشوره، معاها معلقتين صلصه اللي في العلب، وعندي هنا معلقه توم مفروم، وعندي رشه ملح ورشه سكر، فلفل اسود وزعتر. دي كده للصلصه. عندي بقى طبعا زيتون مقطع اخضر او واسود اللي موجود برضو منهم عندك شغال، في فلفل حامي ده حسب الرغبه. عندي هنا فلفل رومي اخضر، فلفل الوان لو مفيش الوان برضو الاخضر هيبقى حلو قوي. عندي سوسيس، وعندي كمان جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر مبشوره. عندك اي نوع جبن برضو شغال معاكي حلو قوي، رومي اي حاجه. هنبتدي دلوقتي بايه؟ بالصلصه الاول، عشان انا عايزه اما احطها على العجينه تبقى ايه، تبقى انا مش سخنه. انا دلوقتي هحط كل حاجه على الناشف كده، يعني اللي عندي الطماطم اهي وعليها الصلصه، وهحط عليها الثوم والسكر والفلفل والزعتر وكله كده على بعض كده. هقلبهم مع بعض على البارد كده، هم مش على النار ولا حاجه، ولا هنعمل تقليه ولا اي حاجه. هنحط كمان معاهم شويه زيت على البارد برضو. بس انا كده هقلب كل الحاجات اللي دي مع بعض، واروح بقى احطها في الطاسه على النار، واسيبها لما تتسبك خالص. هروح احطها بقى ونسيبها تتسبك، ونرجع نعمل العجينه مع بعض. دلوقتي بقى لما الصلصه تتسبك معانا، هبتدي اعمل بقى العجينه. ادي كل الحاجه اللي على العجينه دي هنقلبها. الصلصه انا عايزاها تتسبك حلو، ما تبقاش فيها ميه، عشان العجينه بتاعتنا لما نحط عليها الصلصه ما تبقاش كده طريه وتحل كده وتبقى تبوظ مني يعني. انا عايزاها طبعا متسبكه حلو اهو كده. هحط بقى ايه؟ علبه الزبادي، واحط الزيت، وبعدين هنقلب بس كده مع بعض، وبعدين هحط بقى المية الدافية على حسب ما هتاخد بقى معايا 2.5 3 على حسب نوع الدقيق. هنحط دلوقتي هبتدي بقى اعينها
لغايه لما العجينه تلم معايا وتبقى طريه. انا عايزه العجينه تبقى بتلزق شويه في الايد، ما ينفعش تبقى جامده قوي عشان ما تبقاش العجينه مكتومه. عشان تبقى حلوه وطريه وهشه وقطنيه كده لازم العجينه تبقى معايا طريه، يا دوبك بتفك من ايدي بالعافيه، مش اللي هي بتلزق ولا اللي هي جامده. خلاص هوريها لكم برده في الاخر، هروح اعجنها ونيجي نشوف مع بعض. شايفين العجينه بقت عامله معانا ازاي اهي، يعني بتلزق خفيف في ايدي. بصوا اهي، عشان ما نعملهاش جامد ونلاقيها وتبقى جامده كده كتله جامده، ونلاقيها ايه تبوظ مننا وتبقى معجنه كده ومش قطنيه معانا. بصوا اهي بتلزق في ايدي خفيف، بس انا بقى اقعد اعجنها كده كتير، لازم تتعجن كتير جدا علشان تبقى ناعمه معايا وتبقى حلوه اهي. شايفين هي طريه ازاي وجميله. هنسيبها بقى تخمر حوالي مثلا تلت ساعه او ربع ساعه في مكان دافي. انا هحطها كده ولازم نتغطى عشان الوش بتاعها ما يشققش. هحطها بقى واغطيها واحطها، يعني ممكن تولعي الفرن كده تشغليه شويه صغيرين، لما يسخن تطفي الفرن وبعدين نحطه فيها ونغطيه. خلاص انا هروح بقى اما تخمر نرجع مع بعض نكمل بقيه الحلقه. شايفين ادي العجينه ما شاء الله اختمرت وبقت جميله ازاي. واحنا زي ما قلنا نغطيها بكيس بلاستيك باي حاجه عشان بس ايه ما تنشفش مني. بصوا جميله جدا. انا بس ايه مش هعجنها، انا بس بطلع الهواء بس كده. خلاص كده هاخد بقى قطعه هفردها في الصينيه. انا الصينيه بتاعتي طبعا دهنها زيت، احط حته كمان عشان الصينيه كبيره. دهنت الصينيه كويس زيت بالفرشه كده زيت وايه، وهفرد دي ونحطها. هنشوف هنفردها ازاي. هفردها بقى خالص لغايه لما تبقى بص وهي حلوه جدا وعماله تفرد معايا وما بتكشش ولا حاجه عشان هي مرتاحه حلو ومتخمره حلو. هفردها كلها وبعدين نشوفها مع بعض. فردناها بقت معانا بالشكل ده. هجيب بقى الصينيه وهحطها فيها وبرضو بايدينا كده نجيبها بس لغايه الاواخر، لان انا دلوقتي هحط عليها الكرات اللي احنا عاملينها الصغنونه. هنعملها دلوقتي مع بعض اللي هنحشيها بالجبنه الموتزاريلا. ممكن نحط برضو جواها مع الجبنه سوسيس او الحاجه اللي احنا هنعمل بيها، لو فراخ او لحمه اي حاجه اهي كده. خلاص انا بقى دلوقتي هبتدي اعمل ايه الكرات. هوريكي ازاي نعمل كوره منها وانا هكمل الباقي. هاخد كوره كده بس هنعمل كل الكرات قد بعض، هنقطعها قد بعضها واعملها كده وافردها نفردها بس حته ايه صغننه كده. وبعدين بس الكوره دي كبيره انا هصغرها برضو شويه لانها لسه لما هتخمر هتكبر تاني بس. وهنحط بقى جواها في الحشوه ممكن احط سوسيس. دي جبنه عندي كانت قطعه واحده كده وبتتقطع شرايح، ممكن تحطي اللي هي المبشوره عادي اهي. وهنقوم ايه ممكن نحط برضو حته جبنه رومي او شيدر او اي حاجه معاها تدي طعم حلو. شوف بس اللي هي حاجات بتاعت الزعتر دي كده وهعملها كده هكورها بس. وطبعا قفلنا من هنا حلوه جدا جدا كده. وهبتدي ان انا احطها في الصينيه كده بس. تاني هظبط بس دي هبتدي بقى احط الكوره دي الحته اللي احنا قفلنا منها هنخليها تحت وهنحطها
على الطرف زي ما احنا شايفين كده. بصوا في هنا حته فاضيه، مش مشكله، كل ده هيمسك في بعض. خلاص انا دلوقتي هكمل بقيه الكرات وهحطها ونشوفها مع بعض هنكمل ازاي. بكده اهو خلصت كل الكويرات، حطيتها ما تكونش بعيد وما تكونش قريبه جدا، يعني تبقى الفرق بسيط زي ما احنا شايفين كده، يعتبروا كانهم لازقين بس مش لازقين في بعض. هو لما هتخمر هتكمل لزقان في بعض. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط الصلصه دي، الصلصه اللي احنا عملناها مع بعض اهي قلت لكم عليها، شوفوا اتسبكت ازاي عشان ما تبقاش سايله كده وتبوظ لي العجينه. هبتدي بقى ان انا احط الصلصه هنا وهفردها، وبعدين نحط فوق الصلصه جبنه. الجبنه هتمسك معايا اولا الخضار، هتدي مطه حلوه قوي لما بتتحط في الفرن اهي. اهو هحط بقى شويه جبنه اللي احنا مخلطين معاها شويه شيدر وشويه رومي، حبه صغيرين كده. وبعدين احط بقى ايه الزيتون معايا اخضر واسود احط الفلفل بقى معايا اهو. هبتدي بس اضغط بالراحة مش جامد، بالراحة بس كده عشان تلزق مع الجبنة والبيتزا معانا. هحط بقى ايه السوسيس اللي معايا، اي حشو زي ما احنا قلنا هيعجبك هتحطيه. هبتدي برضو ايه ضغطة خفيفة كده. احط كمان جبنة بقى اللي هي على الوش اخر حاجة. وخلاص كده انا دلوقتي هبتدي احط ايه الكرات دي بقى عشان تتحمر يبقى شكلها حلو. عملت هنا صفار بيضة ونقطة خل ومعلقة لبن ورشة نسكافيه. هحط بقى ايه هدهن كل الكرات بتاعتي دي وخلاص كده. ممكن تحطي بقى فوقها سمسم، حبة البركة، تسيبيها سادة براحتك. وبرده الكرات زي ما احنا قلنا محطوطة جواها السوسيس والجبنة وكده، انت ممكن تعمليها بجبنة بس، ممكن ما تحطيش حاجة خالص وتبقى فاضية برضو عادي، كل حاجة ترجع لذوقك. انا هخلص بس دهن كل الكرات وهنرجع مع بعض. كده خلاص دهنت كل الكرات، اروح بقى احطها في الفرن، في فرن عالي 240 220 يعني ما تعليش اكتر من كده اهي كده. بصوا بقى شكلها جميل ازاي، حلو جدا. ممكن نرش شويه برضو على الكرات دي كده خفيف اهي. شايفين الشكل عامل ازاي، رائعه. هنحطها بقى في الفرن وهنطلع نشوفها مع بعض. دلوقتي بقى خلصنا الستافت كراست. هنعمل بقى العاديه، او ممكن نعمل بدل العاديه بقى، ايه رايكم نعملها بشكل جديد بدل الشكل التقليدي؟ هعمل لكم شكل جديد كده حلو. بقيه العجينه اللي باقيه معايا قسمتها لثلاث ايه اقسام قد بعض، وهفردهم برضو في يعني سمك قد كده مش تخين قوي. هعمل الباقيين الاتنين التانيين وهنرجع مع بعض نشوف هنطبقهم ازاي. دلوقتي بقى ايه ادي اول دايره عملناها. انا طبعا الصينيه حطيت فيها زيت وبرضو حطيت ورقه زبده، وحطيت دلوقتي الطبقه الاولانيه زي ما احنا قلنا. بصوا الرفع بتاعها قد ايه. انا هحط بقى عليها دلوقتي الصلصه، هندهنها صلصه ونحط جبنه وهنعمل الطبق 3 طبقات كده. واحط بقى شويه الجبن كده. ممكن نحط برضو الجبن اللي هي احنا عاملينها شرايح دي. وبعدين هحط الطبقة التانية عليها برضو كده، وهحاول ان انا اخليهم قد بعض. هشد دي كده شوية كده بالطريقة دي ماشي كده. وهبتدي ان انا اضغط
خلصنا كده. هبتدي احط تاني معايا الصلصة وندهنها كويس بالصلصة كده، واحط كمان جبنة، وبعدين نشوف هنكمل ازاي. ماشي، نحط بقى الطبقة التالتة عشان نخليها قد بعض كده. كده حطينا الثلاث طبقات. هبتدي ان انا اضغط جامد كده. هجيب بولة صغيرة كده، هحطها في النص، وهجيب السكينة واقطع كده. هقطع من اول الطبق ما احنا حاطينه كده شرايح، خلصهم مع بعض ونيجي نشوف هنكمل ازاي. بقت بالشكل ده. همسك كل واحدة بس نبقى مخلصينها كويس من بعض، كل واحدة بقى، وهلويها كده كده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ اهو. هعمل واحدة تانية قدامكم اهي. هنخلصهم كده من بعض وهلوي كده اهو، وهلزقها في الصينية كده. بقت بالشكل ده. هجيب بقى اللي احنا قلنا عليها هنا دي، ممكن نحط هنا زي ما احنا عايزين. عايزة تحطي هنا صلصة برضو وتحطي جبن وكده براحتك. انا هعمل هنا هدهنها بس، وهدهن بقى ايه حتت العجين بس دي عشان تدي بس لمعة وتحميرة حلوة. وهحطها برضو في الفرن نفس درجة الحرارة اللي قلنا عليها 220 240 وخلاص. ممكن هنا بقى نحط شوية حبة البركة، شوية سمسم، يعني هندلع نفسنا. خلاص كده، ونروح بقى نحطها في الفرن ونشوفها بعد كده عاملة ازاي. ادي الاستفت كراست طلعت معانا اهي زي الفل. انا بس هرشها كده شوية مية، مش البيتزا نفسها، انا هرش اللي هي ايه الكرات بس، الكرات بس عشان تبقى طرية معايا. وهغطيها واسيبها بقى ونشوفها مع بعض بعد ما تبرد. وادي دي بقى بعد ما احنا قلنا لازم نرشها مية علشان تبقى طرية. بصوا طرية ازاي، شايفين العجينة فظيعة اهي، حلوة جدا، شايفين شكلها تحفة. والتانية برضو طلعت معانا وبرضو رشيتها بالمية زي ما احنا بنقول وغطيناها وبقت طرية خالص خالص اهي، وشكل جديد وشكل جميل جدا، وتبقى حلوة قوي برضو في العزومات. دلوقتي بقى ممكن نزينها كده بخطوط كاتشب ومايونيز. هوريك ازاي. جبني كيس عادي حطيت فيه شوية كاتشب وقفلته، وادي ده اخر الكيس. هعمله كده، هخرمها بس ايه خروم بعيدة كده، وهبتدي ان انا اضغط جامد اهي كده بس كده. نفس اللي عملناه في الكاتشب هعمله في المايونيز برضو اهو، وهبتدي اخرم خروم كده بعيد عن بعض شوية، وابتدي برضو اضغط على الكيس وانا بنزل كده كده اهي كده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ جميل جدا جدا. لما تيجي بقى تقدميها كده في عزومة تلاقيها ايه تحفة اهي. والتانية اهي. ولو عجبتك الوصفة ياريت لايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.